لحمة الراس بطريقة مختلفة وجديدة، هتعملوا احلى والذ طاجن في الفرن بكل اسراره. انا اسمي ريم ودي قناتي، ما تنسيش تعملي لي لايك حلو للفيديو وتابع حلو. 2 كيلو من لحمة الراس بشتريها من عند الجزار وبخليه يقطعها بالاحجام اللي انتوا عاوزينها، سواء تقطيعة صغيرة او كبيرة. اول خطوة في اللحمة دي بنقعها في مية وملح تنزل اكبر كمية من الدم او السوائل منها، وبتخلص منها خالص وبغسلها بمية نظيفة مرة و2 لحد ما تبقى صافية ورايقة جدا. نوع اللحمة دي بيبقى ميكس ما بين الدهون وما بين اللحمة، فطبيعي جدا ان هو يبقى الشكل عامل كده، ما نستغربش من شكلها. تمام. اهم حاجة غسلها اكتر من مرة عشان تنزل اكبر ضفارة والدم اللي موجود فيها. جزراية كبيرة قطعتها مكعبات صغيرة، وحبيتين من الطماطم وارباع، وبصلاية صغيرة مقطعها جوليان كده او ارباع. عندي هنا حزمة واحدة من الكزبرة او البقدونس. تشكيلة الخضار دي بتدي للشوربة طعم حكاية. نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسمر. هناخد لحمتنا الحلوة دي ونديها سلقة كده مية سخنة بتغلي 5 دقايق او 10 دقايق. الحلة عندي على النار، حطيت 3/4 مية. المية بتغلي على النار ودرجة حرارتها عالية جدا. اول ما نزلت باللحمة لون المية غير تماما، شايفين بقى عامل ازاي؟ كل ما بتغلي الريم ده بيكتر اكتر، لازم يتشال اول باول بالكبشة وانضف الوش خالص واخلي المية صافية ورايقة جدا. ممكن تاخد معاكي 5-6 دقايق، مفيش اي مشكلة، المهم المية تنضف تمام. شلت كل الدهون، هصفي المية من على اللحمة واديها شطفتين 3 كده تحت الحنفية. قلنا اللحمة بتاعتنا كويس قوي اكتر من مرة كده عشان تبقى نضيفة وزي الفل. جبت الحلة وحطيت فيها مية، سبتها تغلي كده على النار، وهننزل باللحمة اللي غسلناها. هننزل بعد كده بالجزر والطماطم والبصل والبوكيه جرنيه بتاعنا كله، والبقدونس او الكزبرة والملح والفلفل الاسمر، نص معلقة من كل حاجة. ونسيب الشوربة الحلوة دي تغلي بقى وتستوي براحتها جدا، ساعة او ساعة ونص زي ما تاخد. هغطي على اللحمة بتاعتنا بس خلطة للطاجن. عندي هنا 1 كيلو من البصل مقطعاه جوليان. كميات البصل ممكن تزيد او تقل على حسب رغبتك، وحجم البصل طبعا لازم يبقى وسط مش رفيع جدا. 1/4 كيلو من الفلفل الاخضر الرومي مكعبات صغيره. ممكن تعملوا ميكس ما بين الحراق والبارد بيبقى لذيذ جدا. عندي نص كيلو من عصير الطماطم ضربته في الخلاط ب2 من الميه، وما صفتش العصير ده عشان انا عايزه الالياف والقشور يدي الصوص قوام روعه. نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسمر، نص كوبايه من الزيت، حوالي 5-6 معالق. ممكن تزيد او ممكن تقل على حسب رغبتك، لو عاوزين تضيفوا ورق لوري او حبهان او مستكه زي ما انتوا عاوزين. البهارات اللي انا مستخدماها ملح وفلفل اسمر بس، تبقى اوبشن اختياري معاك. وده شكل الشوربه بتاعتنا بعد ما صفينا منها كده اللحمه. لونها حلو جدا ولا طعمها خطير، جميله جدا، دسمه كده وتنفع لكل الطواجن. صفينا منها اللحمه عشان هندخلها في الطاجن. بعد ما البصل دبل كده معانا شويه هنزل بالفلفل الاخضر. الفلفل برضو ياخد تشويحه حلوه مع البصل، وهنزل بتشكيله توابل: ملح وفلفل، كزبره وكمون، بابريكا. عندي نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه بابريكا، وكمان ثوم وبصل بودره. ونقلب كل الكلام الخطير ده ونسيبه يدبل شويه، وهنزل عليه بلتر 1 من عصير الطماطم، وهسيبهم يغلوا ويتسبكوا حوالي 10 دقايق. بعد ما الصوص ده تحس ان هو تقل كده معايا، خدوا برضو 2-3 من الميه كده عشان التسبيكه تبقى فيها صوص. هندخلها طبعا مع اللحمه في الطاجن، لازم يبقى فيها صوص كفايه. هضيف للتسبيكه الحلوه كوبايه ميه كبيره واسيبها تكمل تسويه كده حوالي 10 دقايق، تتقل والصوص كده يبقى خطير. دي شكل التسبيكه اللي هتتحط في الطاجن في الفرن. اللحمه بتاعتنا بعد ما صفتها كده من الشوربه
قسمت القطعة الكبيرة لقطعتين أو 3 زي ما تحبوا. اللحمة بتاعتنا بعد ما سلقناها قطعتها انصاص كده صغيرة، وممكن تسيبيها زي ما هي زي ما تحبوا. وعملت تسبيكة الطماطم الخطيرة اللي هحطها عليها. الطاجن الكبير الحاجة باللحمة فيه. تسبيكة الطماطم دي وننزل بيها في الطاجن كده، خطيرة لون وطعم وريح. شايفين بقى شوية الصوص الأخير ده هينزل عليهم كده. نزلت بكل تسبيكة الطماطم بالشكل الخطير ده. بعد كده هاخد 3 كبشات أو كبشتين من الشوربة اللي سلقنا فيها اللحمة، نزل كده في الطاجن بالشكل ده. دخله فرن سخن حوالي نص ساعة يغلي كده ويبقبق وهيبقى خطير. اللحمة بتاعتنا مسلوقة سلقة كاملة. ده شكل طاجن بعد ما خرج من الفرن، ريحته خطيرة وطعم أحلى طاجن لحمة راس ممكن تعملوه للعزومات، وكمان شهر رمضان ينور سفرتك بتكات بسيطة كده هتفرق قوي في لونه وطعمه وشكله.